هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد. يمكن عنوان الفيديو صدمة شوية بالنسبة للناس، بس هنفهم من الفيديو. اول حاجة متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب في القناة. الفكرة مش فكرة اننا بننجح بس او ان احنا نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها، بس الفكرة ان احنا نكمل في الحاجة دي وننجح فيها، بس بطريقة اللي هو انا بستمر في الحاجة، مش بنجح وبقف. بمعنى ان دلوقتي لو في مطرب مثلا عمل اغنية دي الناس كلها حبتها، طلعت ترند، الناس اسبوع بتتكلمش غير بس على الاغنية دي، هو عمل نجاح، عمل نجاح، خلصنا، ما عملش تاني. كل ما مثلا حد يطلع يقول له انت عملت ايه، عملت اغنية واحدة، طب الاغنية دي نجحت، نجحت، طب عملت تاني، لا، وهو يوقف، هو كده نجح ووقف وخلاص، كده الناس نسيته، خلصنا. تيجي تسأل واحد تاني عامل اغنية نجحت، بعدها بشهر عمل اغنية تانية ونجحت، وبينجح اكبر واكبر وبيوصل لحاجات اعلى واعلى. ده الفرق بين واحد عنده استمرار وواحد هو عارف ان هو هينجح وهيكمل. مش هينجح وخلاص يا جماعة انا نجحت. شوفوا بقى يا جماعة، هو مش هو كده، هي مش كده بجد. وهتلاقوا ان في ناس كتير قوي 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 كده اللي هو كانت شاطرة وبقت خلاص، عارفة، لو مبقتش بجد ظاهرة وسط الناس اللي هم موجودين دلوقتي على اي موضوع، على اي حاجة. مفيش فكرة اغنية بس، انا بتكلم في العموم على اي حاجة احنا ندخل فيها. ولو احنا كاتبين ان احنا ننجح بس هننجح، بس مكتبناش بعد النجاح ده احنا عايزين ايه، هنفضل واقفين مكاننا. يعني برضو كان في واحد مثلا بيذاكر كتير قوي قوي، عايز يدخل طب، دخلت طب، بعد كده عايز ايه؟ بس كتبت عايز ادخل طب، دخلت الطب، هو نجاح، بس هو ما كتبش بعد الطب ده عايز طب اوصل لشركة ما اشتغل فيها، عايز اعمل ادوية بنفسي، عايز ادخل مجال معين انا هخترع فيه حاجة معينة. لا، هو وقف الهدف ان انا عايز ادخل الحاجة دي، دخلتها، خلاص كده انا كده مسيرتي خلصت. هيرجع زيه زي اي انسان عادي عايش من غير اي نجاحات، لان الناس هتنساه، او هو نفسه هيحس ان هو خلاص اللي عمله ده حاجة عادية، ده بعد كام سنة ايه يعني، دخلت طب كانت حاجة عادية ووصلت لها وخلاص. لكن الشخص اللي بيعرف بجد ينجح في حياته هو اللي بيفضل مستمر ان هو يعلم من نفسه. فالفكرة مش فكرة ان احنا نوصل بس اللي هو ايه، احنا وصلنا فتمام اوكي، لا، احنا بنستمر في الحاجة دي. وهتلاقي، عارفة، اللي هو هتلاقي كده في ناس تبدأ مثلا ثانوية عامة، تمام، وتذاكر من اول كام شهر جدا 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 وتقطع نفسها، بس ما بتستمرش، بتلاقيها بتيجي في شهر واحد اتنين بتبدأ تنزل تنزل تنزل، هي مبقتش تذاكر اصلا، او بقت بتذاكر ساعة ساعتين في اليوم. ليه؟ عشان اول كانت بتذاكر 6 ساعات قوي واهلكت نفسها، ما استمرتش. لكن لو انا كنت عامله ان انا مثلا كل ما اذاكر 4 ساعات على مدار سنه، انا بقول مثلا يعني هضمن لنفسي ان انا هكمل. بس هي عملت ايه، خطه النجاح دي تقريبا شهر بس، اللي هو انا كل يوم هذاكر مثلا 5 6 7 10 ساعات كل يوم مجرد شهر. عملت الشهر نجحت فيه، خلاص وقفت، مش هتكمل، اللي هو خلاص ثانوية عامة كده خلص. فهو الفكرة مش فكرة ان انا ببدأ، او الفكرة ان انا بنجح في حاجة بس واقف، لا، انا بنجح وبكتب بعد كده عايزة اوصل لايه. يعني مش فكرة بس ان انا بكتب، او مش فكرة بس ان انا بنجح. النجاح محتاج بعد كده افكر انا هنجح بشكل اكبر ازاي. انا بقى نجحت عند الحاجة دي ووقفت فيها، دي هترجع لك او ترجع لك. بس الفكرة مش فكرة بس ان احنا ما ننجحش، او فكرة ان احنا نفضل نستمر. ما انا برضو لما هستمر عارفة ان انا هوصل، لو انا ما استمرتش مش هوصل. هو اكتر حاجة صعبة اللي هو ان احنا نستمر بصراحة. فكرة ان انت ممكن تكون بتستمر في المذاكرة كتير قوي وانت مش حاسس ان انت لاقي نتيجة، فكرة ان انت بتستمر كتير قوي في شغل وانت حاسس ان انت مش متقدر كفاية، فكرة اي حاجة بقى فيها استمرار صعبة. بس الاستمرار بيجيب نجاح، مفيش استمرار مفيش نجاح. في نجاح ووقفنا مش هيبقى فيه تقدم بعد كده. فالفكرة كنت عايزة اقولها من الفيديو هو ان المهم ان احنا بعد ما ننجح نستمر. والنجاح مش بيجي من حاجة واحدة عملتها، بيجي من استمرار عادة معينة او طريقة معينة او تطور معين. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.